السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل مع بعض فراخ بصوص الكريمة حلوة جدا. معايا 4 شرايح من صدور الفراخ، انا مقطعها رفيع ومش هينفع غير الصدور في الوصفة دي. كوباية مشروم فريش او معلب، فصين توم ومعلقة كبيرة دقيق، ملح وفلفل ومعلقة كبيرة مستردة وكوباية لبن. تمام. همسك الفراخ بتاعتي واتبلها بالملح والفلفل كويس جدا من كل الجوانب، وما اكترش ملح وفلفل عشان طول ما احنا شغالين هنزود ملح وفلفل، فعشان الوصفة في الاخر ما يبقاش طعمها مالح زيادة عن اللازم. خلي بالنا من الموضوع ده. تبلتها كويس على كل جنب وتدلكتها بسيط كده عشان تشرب الملح والفلفل وتتبل كويس. بعد كده هجيب معلقة المستردة واحطها على الفراخ واعمل لها زي تدليك او مساج بالراحة كده بصوابعي، بحيث ان طعم المستردة يتغلغل جوه الفراخ، بيديها طعم حلو جدا ومختلف. تمام. زي ما انتوا شايفين بالراحة جدا دلكتها كويس قوي. ولو هسيبها شوية في التلاجة في المرحلة دي يكون افضل، بس انا اشتغلت على طول عشان كنت مستعجلة، لكن اكيد كل ما تقعد هيكون افضل. اهو اتأكدت ان كل جزء في الفراخ وصل له المستردة واتبلت كويس جدا. هجيب بقى شوية دقيق وهحط فيهم الفراخ على كل جنب، واتأكد ان هي متغطية كويس بالفراخ. وبعد ما اخلص انطر الزيادة زي ما بنعمل في السمك المقلي بالظبط، انطر الزيادة من الدقيق عشان ما يتحرقش في الطاسة وانا بحمره. تمام. اروح بقى على النار احط معلقة كبيرة او معلقتين كبار زيت نباتي، فص توم او فصين توم مكترش، واشوحهم على بسيط جدا. اول ما تطلع ريحتهم ابدأ احط المشروم. هدي المشروم تقلبتين كده لحد ما لونه يبقى بني فاتح، واحس ان هو استوى خلاص، وبعدين ازود الملح والفلفل. ما اقدرش ازود الملح دلوقتي لان الملح بيمتص المية اللي موجودة جوه اي خضار او فاكهة، فانا لو زودت الملح هينزل مية المشروم كلها وهيبقى زي الكاوتش كده مش حلو. اجيب بقى المشروم كده على جنب بعد ما استوى خالص، واحط معلقة سمنة او زبدة عشان اشوح فيها الفراخ. اهو هحط بقى الفراخ وهتاخد على كل جنب مش اكتر من دقيقة لحد ما تاخد لون بني حلو. انا عايزاها تستوي 3/4 سوا، عشان انا لما احط عليها صوص الكريمة هتغلي غلوة وهطفيه. الدقيق اللي انا حطاه من فوق على الفراخ ده بيساعد على التحمير، وكمان لما احط اللبن هيبقى الصوص تقيل وممكن استغنى عن الكريمة باللبن زي ما انا عملت. تمام. بدأت اقلب الفراخ زي ما انتوا شايفين، ما خدتش اكتر من دقيقة على كل جنب. الفراخ من الحاجات اللي بتستوي بسرعة جدا يعني. وبعد ما اتأكدت ان هي خلاص تمام استوت، اهو زي ما انتوا شايفين، والمشروم على جنب يعني بياخد لون كده على بسيط حلو جدا. خلاص استوت. انا حطيت عليها اللبن، ممكن طبعا تحطي كريمة بس الاوفر واللي موجود مش هتفرق. حطيت اللبن وبعدين حطيت بقى المشروم جوه الوصفة بتاعتي، قلبته كويس، واللبن اللي انا حطيته طلع كل الحاجات اللي كانت لازقة في الطاسة بتاعتي، سواء مشروم التوم اي حاجة كانت لازقة طلعت وعملت طعم حلو جدا في الاكل. هديها غلوة واحدة بس على نار متوسطة، معليش عليها خالص، وهطفي. وبكده تكون الوصفة بتاعتي خلصت. لو حسيت بصوا هنا عملت ازاي، غلت والصوص تقل وقصر. لو حسيت ان الصوص كده تقيل، انا عايزة الصوص يبقى خفيف شوية، اقدر اتحكم فيه واحط معلقة لبن ولا حاجة. وكده الوصفة خلصت بألف هنا وشفا. تقدروا تاكلوها جنب شوية مكرونة، طعمها حلو جدا. ممكن جنب عيش محمص، ممكن جنب رز اصفر، اي حاجة. لو عجبكم الفيديو، انا رندا ودي قناتي، وما تنسونيش في اللايك.